الله الرحمن الرحيم. من أسد معابد مصر كلها لكم جميعا كل التقدير والتحية من معبد الكرنك، الإبت سوت. وإحنا في صالة الأعمدة، وهنا عندنا السقف طبعا الخشبي أهو. طبعا علشان نحمي المناظر والألوان اللي هي اتنضفت من فترة قريبة. فعندنا السقف الأثري ده. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. شهر الانتصارات، غزوة بدر، 17 من رمضان، وعندنا فتح مكة يوم 20 رمضان، وعندنا العاشر من رمضان، 6 من أكتوبر. كلها انتصارات، وإن شاء الله ربنا يجعل كلها أيامنا انتصارات وأعياد إن شاء الله. بالمناسبة دي أنا هنا في الكرنك في أسد معابد مصر قاطبة. أسد معابد مصر، يعني لو كان المعابد أسد فأسد هذه المعابد هو معبد الكرنك. وهنا بصراحة منظر تتويج الملك وهو على السيمتاوي. بص كده، علشان خاطر تعتز بمصريتك وتعرف انه، بص يا حبيبي، ده هو الملك اهو رمسيس، وده تحوت اله العلم والمعرفة، وهنا حورس اله السماء. لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا بنقول الكلام ده اله عند المصريين القدماء، علشان يقول لك نسر ومش نسر والكلام ده. نسر؟ طب ما هو جاد. طب نسر وانت بتقوله ايه يعني؟ انت بتقوله ايه يعني في الشرح بتاعك بالانجليش ولا باي لغة؟ ماشي. نثر، احنا بنقول كما يعتقد المصريون القدماء ان دول آلهة. نثر، نثرو، الجمع بتاعها نثرو. فلا، انا بص كده، احنا مش نقاشنا في نثر ولا. بص حضرتك، الرجلين بتاعت حورس، ماشي، حرور وجحوتي اهو. هما اللي الرجلين ايه يعني كده؟ ايه هما مساندين السيمتاوي اللوتس والبردي. يعني ايه الاتحاد؟ اتحاد يعني ايه؟ بيعضدوا اتحاد. دي علامة السيمتاوي، وادي الملك فوقيها وماسك الحقاه وهو جالس على علامة السيمتاوي. طيب بيقول لك دي القصبة الهوائية والرئتين واللوتس والبردي، الشمال الجنوب والشمال. يا عم قصبة رئتين ايه وبتاع ايه؟ بص حضرتك، من المعتقد النبات ده بينمو فين؟ بينمو في المية، ماشي. اللوتس باردي ده بينمو فين؟ في المية. ده في المية. المصدر ده بتاع المية اللي هو الجزء ده اللي تحت اللي انت بتقول عليه الرئتين ده هو السورس بتاع المية في افريقيا، ماشي، اللي هو بيجيب لنا نهر النيل من الجنوب. وطبعا العلامة زي التي لتر. انت لو رحت معبد سيتي الاول هتلاقي البحيرة المقدسة هناك زي التي، زي حرف التي. وفي معبد حتشبسوت على اليمين والشمال قبل الايه، لما تطلع كده في المطلع الاول هتلاقي علامتين زي حرف التي، اللي هم دول البحيرة المقدسة. والبحيرة المقدسة في معبد سيتي الاول زي حرف التي كده، اللي هي خريطة مصر، الدلتا والصعيد، يعني نهر النيل في الشمال والجنوب. طيب ماشي. والعلامة دي اللي بيقولوا عليها الرئتين، لا يا عم مش الرئتين، ده السورس بتاع المية في أفريقيا، اللي هو البحيرات في أفريقيا. يبقى كده النباتات دي بتنمو فين؟ بتنمو في المية، في المية. معلش تخريف صيام بس. بتنمو في المية. واللوتس والبردي في المية متحدين، شنوب برضه حازحها يعني، شمال وجنوب مصر. بص، طب المنظر التاني، هنا عندنا الست ديت وراس الايه، انثى الاسد. هتقول لي سخمت، اقول لك لا، هنا موت. بص كده اسمها مكتوب فوق موت، لانه موت ظهرت عندنا براس انثى الاسد وقرص الشمس. طيب ومين تاني؟ ده الملك رمسيس الثاني. طب ومين تاني؟ ده امون رع. ايوه. طب وهنا وراه امونيت. امونيت لانه احنا قلنا قبل كده امون رع ده له زوجة شمالية وزوجة جنوبية. الشمالية كانت امونيت والجنوبية موت. يبقى المنظر ده لما تجيله هنا لو شرحته، ده موت. والملك اهو بيتلقى في التتويج بتاعه، ماشي،
اللي هو كرسي العرش شمال وجنوب مصر، يعني كأنه آمون رع برشتين اهو بيتوجوا على شمال وجنوب مصر. طبعا ما تاخذناش يعني الدنيا صيام. ودي عبارة عن المركب بتاعت آمون رع، ماشي، اللي هو رأس كبش وقرص الشمس فوق راسه، يبقى آمون رع، آمون المتحد مع رع، ودي الزورق المقدس بتاعه. وهناك اللي هو رمسيس الثاني بتاج الحرب، بتاج الحرب بيحرق البخور ويصب الماء المقدس. طيب تهت والإلهة ايه هي دي؟ بص كده، الدورق ده على شكل حرف التي. اشمعنى حرف التي يعني؟ ما احنا قلنا بص التي ده اللي هو خريطة مصر، وكون هو يصب الماء المقدس من الايه الابريق ده على شكل العنخ، والعنخ خريطة مصر، يعني بيصبوا من العنخ. ايوه، يصب المية المقدسة لآمون رع في الدورق ده اللي هو على شكل ايه حرف التي، اللي هو قاعد على طرابيزتين اهو، الطرابيزتين دول وعليهم الدورق ده، وكأنها ايه لسان حال ورمسيس هنا، حتى هنا خرطوشه فوق بالأوسر ماعت، بس ما فيش ست بن رع هنا فوق اللقب بتاعه ده، لأنه في السنين الأولى ما كانش خد ست بن رع أو المثبت بن رع، يعني كان لسه أوسر ماعت بس أهو. بص كده اللي فيكم بيقرا هيروغليفي، على فكرة ده مهم عشان تقرا هيروغليفي عشان ايه تبقى مرتاح نفسيا حتى. ادي أوسر ماعت. اوكي، طيب بص كده، هنا عندنا الملك لابس تاج الحرب، وقدام آمون رع. آمون رع بيشتم طبعا ايه رائحة الزهور، وان هو طبعا جاي ياخد الاوكي منه بانه هو ايه في اثناء الحرب ينصره آمون رع. الناصر هو الله سبحانه وتعالى، واحنا في شهر الايه الخيرات، شهر الانتصارات، شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا عليكم باليمن والبركات. وإن شاء الله إلى لقاء آخر إن شاء الله. وده عبارة عن ملحوظة كده على السريع قلت أذكرها لكم في رمضان، وكل عام وأنتم بخير. شكرا جزيلا.